طيب رشيد. نمشيو لاخر، يعني اخر فريق اللي تربط الاسم ديالك به هو نادي الوداد الرياضي. شنو الحقيقه ديال المفاوضات ديالك مع الوداد ومع السي عبد المجيد البرماكي؟ وهو في الحقيقه هذا شرف وفريق الوداد البيضاوي له معزه خاصه، لان سبق وانت كنت فريق الوداد البيضاوي في 2003 2002 2003. اظن بانه كما قلتي ملي اتصل بي السي عبد المجيد البرماكي، اكيد بانه فريق الوداد ما يترفضش، ولكن هناك ما نقولش شروط، ولكن هناك يعني امور اللي لازم تتخذ من الطرفين. اظن بان المرحله ما نكذبش انا على طرق الجمهور فريق الوداد، كنعرف بان الجمهور ذواق، جمهور عشاق وجمهور تيفهم في الكره، وما نقولش بانه غنجي انا في خلال 6 مقابلات و6 مباريات وغادي غادي 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 دير شيء كثير. اكيد بانه نقدر نديروا شي حاجه، ولكن انا دائما كنت دائما مؤمن بها، بانه ما يمكنلكش في ظرف سنه او في ظرف واحد وجيز وغادي تقول بانه غادي تخدم على واحد المشروع اللي غادي يكون هكا، خصوصا وانه فريق الوداد مر من هذه المراحل هذه السنه بازمات كثيره وكثيره جدا، واظن بانه الوقت الاخير ما غادي تطورش فيه شي حاجه كثيره بزاف، اللهم ترتيب الاوراق ديال الفريق واللي كيعملوا به حاليا. فاظن اي مدرب غادي يجي الا ما كانش غادي يخدم على واحد المده، يعني اقل شيء وهو سنه ونصف، خصوصا بعد استحقاقات المقبله ما غاديش يقدر يحقق المبتغى ديال فريق الوداد البيضاوي. وانا ما نكذبش على جمهور فريق الوداد البيضاوي، فقلت لي الا كان نقدر نوقع ديال السنه ونصف، اكيد بانه احتراما للاسم رشيد توصي، وانا كذلك سنحترم فريق الوداد البيضاوي لان عنده جمهور عريق وجمهور كبير وجمهور اللي سبق لي اشتغلت معاهم قلت لك. وانا ذاك كانت هذيك الثنائيه اللي حققناها يعني في 2002 كاس العرش والكاس الافريقيه اللي جا تمم العمل ديالنا الاخ ديالنا الله يرحمه اوسكار فيلوني. واحد المستملحه انا ذاك فاش كنا لعبنا في في في, في, في مع اشانتي كوتوكو في كوماسي، وتنذكر الاخ ديالنا طلحه اللي كنت كنتمنى يكون معاك لانه دائما تيكون معكم، وبمناسبه كنسلم عليه وكنسلم على الطاقم ديالك كله وكنتمنى لهم رمضان كريم. مازال كنتذكر لما سجل هذا بالراس وجا كعنقني وقال لي راه ما نساوكش السي رشيد، راه الخدمه ديالك السي رشيد هذه، مازال كنتذكرها مع طلحه وهو غيقدر ياكدها لكم.